مساء الخير، ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني اخت انتويه ما تنسوش تحطوا لنا لايكات، تشتركوا عندنا، توصلونا الملايين باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. العيد خلاص قرب ورمضان قرب يخلص، هنزعل على رمضان جدا جدا جدا، بس يجي عيد سعيد عليكم. لا اقل كمان 8 ايام ولا 9 ايام؟ 8 ولا 9 بقى، احنا مش مركزه قوي. المهم يعني كل سنه وانتم طيبين، يجي عيد عليكم كده وانتم بخير وسعاده يا رب. طبعا العيد قرب، ابداي بقى روحي الكوافير، ظبطي حالك باذن الله. هينزل لكم فيديو جدعان قريب قوي واحنا في الكوافير بنعمل شعرنا وحاجات حلوه جدا. بصوا هتتفرجوا على فيديوهات حلوه كده اهوت واحنا بنعمل بقى. بس انا ما جبتش الشعر يا جدعان، شعري هبه وبنعمل رموش وحاجات حلوه باذن الله يومين كده اهوت. النهارده بقى جالي دي هديه من واحده متابعه عندي، اوكي؟ هفتح لكم الحاجه وهوريكم الحاجه وهقول لكم الحاجه بتاعتها حلوه ولا وحشه ولا حاجات زي كده اهوت. هنفتح مع بعض ونقول لكم ده بيستخدم لايه وده بيستخدم لايه. بصوا، وهسيب لكم الرقم التليفون بتاعها، اتعاملوا معاها، حاجتها جميله جدا ومش اول مره استخدمتها كتير، بس هقول لكم ده ايه وده وايه وحاجات زي كده. العيد يا جدعان لازم ندلع على نفسنا. عيشي حياتك يا اختي طالما فيك الروح طالعه ونازله، فعيشي حياتك، اتمتعي وروحي الكوافير. احنا النهارده رحنا الكوافير انا وهبه وظبطنا نفسنا اخر حاجه، والكوافير كان زحمه كده. بصوا كان يوم جميل جدا، واحنا صورنا بقى وكده عشان نظبط لكم فيديوهات حلوه. هنطلع الحاجات ونشرح لكم ده ايه وده ايه والكلام دوت، والحاجه بتاعتها حلوه ولا وحشه، واديها كام من 10 والكلام دوت. هنبدا معاكم باول حاجه، ده بلسم للشعر. بلسم للشعر ده معمول من حاجه اسمها الروزماري بالنخاع. بصوا يا جدعان ده جميل جدا جدا جدا، بستخدمه بس مش عامله قبل ما اعمل بروتين او فيلر لشعري، مش بستخدمه، فاهمين؟ مش عارفه اوضحها لكم ازاي. طول ما انت شعرك طبيعي، يعني مثلا زي شعر محمد كده ممكن يغسل بيه شعره، ماشي؟ مش عامله فيلر او بروتين استخدميه عادي، لكن في بروتين ما تستخدميش، اوكي؟ الشامبو ده جميل جدا جدا جدا، يعني بالروزماري بيخلي شعرك جميل جدا وبيحميه وبينعمه وبيخليه جميل جدا وبيخليه سايح كده ونايح. اتعاملوا معايا يا جدعان، حاجتها جميله جدا 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 وسعرها كويس. وكمان احلى حاجه اللي بتبيع اونلاين، يعني مثلا وانت قاعده تمسكي تليفون الموبايل بتاعك ترن عليها الحاجه تجيلك لحد البيت. الايام اللي احنا فيها دي ايام زحمه جدا، ولا تنزلي بقى وتلفي على المحلات وده بكام وده بكام، لا امسكي رقم التليفون اللي انا هحطه على الشاشه، تتصلوا بيها وهي تجيب لكم الحاجه لحد البيت. وكمان هنزل لكم الصفحه بتاعتها ورابط التيك توك بتاعها، تعاملوا معاها، اوكي؟ البلسم ده تحفه جدا. اهدي يا ماما. هنفتح بقى دي مسكره اهي، كرتون شوكولاته والله مسكره. يا جدعان في الانجليزي مش قوي، اوكي؟ بس احنا عارفين ده الايه وده الايه وكده. بصوا يا جدعان بقى المسكره دي جميله جدا جدا ونضيفه كمان، يعني مش اي كلام. شكلها حلو. كيف فكرت الشوكولاته اول ما جت؟ بس شوكولاته. بصوا يا جدعان جميله جدا جدا. طبعا انا ما ينفعش احط منها لاني لسه عامله رموش، فممكن نستخدمها الهبه عادي. غمضي عينك بسيطه، غمضي عينك. انا ما بعرفش احط لحد مسكره يا جدعان. المهم يعني هي حلوه، انا بستخدمها وبستخدم كمان في نوع تاني، بستخدم دي وبستخدم دي، جميله جدا جدا وبتخلي الرموش الكثيفه وحلوه. بستخدم نوع عندي بس انا مش عارفه في التسريحه بتاعي راح فين. بستخدم كذا نوع عندي بس والله ما عارفه هو فين دلوقتي، اوكي؟ فانا دي النوع جميل جدا جدا اهيت العلبه، واسعارها كويسه، يعني الاسعار بتاعتها مش غاليه، يعني مش هقول لك رخيصه، مش هقول لك غاليه، اسعارها حلوه يعني حنينه، اوكي؟ واحلى حاجه اللي هتجيلكوا اونلاين يا اختي ده الروج بقى. تيجي نفتح الروج. الدرجه اهي يا جدعان درجه 3، لونه نبيتي. احنا هنجربه على هبه عشان يعني فاهمين احنا على فكره الفيديو بنصور بالليل مش بالنهار، يعني فاطرين مصيممين. حلوه مصيممين دي هبه، ما تاخديش على كده، انت صغنونه، احنا بس بنجرب. اقفلي بوك يا بنت، بنجرب وفي العيد بس تحطي، غير كده ما تحطيش. هنشوف بس اللون الدرجه بتاعته. النبيتي انا بعشق الالوان النبيتي. اقفلي بقى، لونه حلو. وكمان يا جدعان احلى من في الروج ده، بحب ريحته تحفه. هنجرب المسحه حلو يعني. بصوا اهو يعتبر حلو، لان مش مسح قوي، حلو. هنشوف بقى اللون التاني. مسحي بمنديل اختي عشان انت النهارده البتاع بتاعنا مسحي. شوفنا ده درجة 4. ده بقى درجة 4 برضو نبيتي، بس نبيتي غامي، فاهمين؟ ده اللي انا فتحته نبيتي فاتح زيكا، ده نبيتي ايه؟ غامي اهو. بس دوت على فكرة انا بحب اللون ده اكتر من الاولاني، فاهمين؟ ايوه بوظت نفسها، مش مشكلة نوريهم بس درجته حلوه، بس ده 4 والتاني 3. انا مش عايزه اجرب على نفسي عشان في ناس بقى يفضلوا يقولوا كاني وماني، وانا مش عاوزه اعلم هبه تحط روج وكده.
مش بحب انت تحط الحاجات دي، بس انا عشان مش عاوزه اجرب على نفسي، وانتوا عارفين بقى الكومنتات السلبيه هتفضل تتكلم، فاحنا مش ناقصين. الروج بتاعها يا جدعان جميل جدا وبيثبت فتره طويله. واحلى حاجه يا جدعان بقى ده بحبه جدا جدا. ده تند شفايف، مورد شفايف، هنقول مورد شفايف. بيتحط على الروج؟ لا تند لوحده. ده تند يا جدعان بيتحط في الشفايف بس. لو انت مش زي حالاتي، انا ما بحبش الروج قوي على فكره. اقصى حاجه عندي بحب التند. ده تند بقى يا جدعان بيبقى تحفه جدا، ريحته حلوه، وبتاخدي منه يا دوبك يعني لحسه صغنون كده اهوت، يعني على حسب ما انت بتحطي في بقك طبعا، ما انت بقك كله ملحوس. تند يا جدعان، انتوا عارفين التند اهو بيبقى لونه وردي، بيتحط في الشفايف وفي الخدود. ده يا جدعان بحبه جدا جدا، دايما في شنطتي، يعني بيخلص لازم انا اجيبه. جميل جدا، معايا واحد في شنطتي دايما. التند ده معايا بحبه اكتر من الروج نفسه. واسعاره يا جدعان جميله. هنشوف بقى واحده واحده اختي. ده روج برضو، روج خشبي. ده روج اللي انت بتحددي بيه شفايفك والكلام ده. ممكن نروح نحطه ونيجي، ولا بلاش احنا يا جدعان في رمضان مش ناقصين بقى. دوت ممكن تحطي فيه بشفايفك كله عادي، ترسمي شفايفك، وممكن تحددي بس كده اهوت، يعني تحددي شفايفك، تحددي الشفايف بيه، وبعدين تحطي الروج بقى ايه من جوه، فاهمين؟ زي زمان لما كنا بنعمل ايه كده اهوت، يعني تحددي بيه. بصراحه يا جدعان ده جميل جدا. بصوا الدرجه بتاعته حلوه جدا، بصوا تحفه اهو. النضاره دي ولا ايه؟ الصراحه حاجاتها جميله جدا جدا، جامده ونضيفه كمان، مش اي كلام. ده قلم كحل ولا ايلاينر؟ لا كحل يا جدعان، ده قلم كحل. هنجرب بقى الهبه نشوف. انا بصوا كحل، كل ما اجيب كحل لازم يطلع مش معايا مش حلو. لا بس حلو، ده حلو. بصوا تحس انه عامل زي الزبده، معرفش بقى بيثبت ولا لا الصراحه. انا اول مره اجرب من عندها كحل، بس حلو. ما كده اي كحل بيسيح حلو يعني. بصوا يا جدعان حلو، يعني حلو. احنا دايما بنيجي نشتري مكياج بنجرب على ايدنا. لا حلو يا جدعان، مش للدرجه. طبعا العيد داخل بقى، ولازم تشيصي نفسك بقى، تقومي بقى تعملي ماسكات بقى لوشك وتنظيف للبشره وحاجات كده، يعني لوك اختي بجوزك بقى، ما تقعديش في البيت بقى تعملي تنظيفات البيت وتقولي بقى لا تعملي تنظيفات البيت وتقعدي تقول يا رجلي يا وسطي وخدوا بنادول وفستبول. لا اوكي خشي ده. ناخد ده بقى، عندي منه والله يا جدعان. عندي منه اهو نفس الشكل. بس انا جايبه اللي هو بصوا يا جدعان دوت حلو، نوع عادي على قد الايد. اوكي انا جايبه اللي هو الاصل. هقول لكم برده الفرق، بيبقى عليه علامه حاسه اللي هو النسر ده، ولا اسمه ايه مش عارفه اسمه ايه، بطه دي ولا اسمها ايه اهي. اوكي عندي العلامه دي عشان تعرفي الاصلي، ده العلامه دي اوكي، بس موجوده في هدوم. ده حلو برده، مش وحش، بتستخدميه عادي زي النعامه دوت تنظيف البشره. يعني انت تعملي بيه بشرتك خدودك والكلام دوت. ممكن لو بيطلع لك حاجات لا عادي، لا انت مش ممنوع تجربي اصلا اهو. ده بتعملي بيه ايدك مثلا ممكن تعملي ايدك موس، فاهمين؟ حلو برده، انا بستخدمه على طول. انا عندي دي من العيد اللي فات عندي، دي جميله جدا جدا وبحبها. بس قبل ما تستخدميها يا اختي دايما تستخدمي معاها جل الصبار او زيت اطفال، تعملي وشك وتفضلي تعملي بقى حلو. يعني حاجات حلوه، مش حاجه وحشه، ومش بتطلع الشعر على فكره خشن زي ما انتوا بتقولوا والكلام دوت. اوكي وايه تاني بقى يا ام زياد؟ دوت كريم. احنا جبنا ده خلاص. ده ايه؟ شكله حمام كريم اصلا. ده حمام كريم نفس دوت، معمول بروز مالي برضه. ده حمام كريم من زيت الحيه، فاهمين؟ من زيت الحيه. اي حاجه تجيبيها من زيت الحيه مكتوب عليه بروتين اهوت، بروتين بيقوي الشعر وبيخلي بصيله الشعر تقيله وكده اهو. ايه ده يا جماعه؟ بصوا الكحل بقى سبت شويه بقى. يعني انا كنت عاوزه اجربه على هبه الصراحه، بس هبه لسه عامله حاجات في شعرها، فانا مش هحرق الفيديو، هنزله لكم قريب. فانا هوريكم وهقول لكم يعني حلو. كنت بستخدمه قبل ما اعمل شعر انا كمان. جميل جدا يا جدعان، ريحته تحفه. الله ريحته جامده جدا. لا استنى، عارفين ريحته زي ايه؟ زي الريحان اللي هو بقى ايوه الريحان الاخضر. لا الريحان معطر يا جدعان. الريحان الاخضر هو ساعات وانت ماشيه في الجناين كده بتشميه، ريحته ريحان معمول من زيت الحيه، بجد روعه جدا جدا. بيتقل الشعر وبيخليه لطيف وطري وبينعمه وبيخليه حاجات جدا وبيغذيه من الجذور. لا ما ينفعش، عشان يا جدعان لسه عامله حاجه في شعرها بقول لكم الفيديو اللي انا عاملاه. فهنستخدمه على فكره، هستخدمه هنخش في عيش ايد. ده عيش ايه ده بقى يا جدعان؟ مرطب شفايف اهو عندنا اهو هناك نايم يا جدعان. خلص رقم قربنا نخلصه. يا سبحان الله، لما الحاجه بتاعتي بتخلص بيبدا يجي لي حاجات احمر تقيل صح؟ الفراوله جامده عادي، بس لما تيجي تحطيه بيبقى مش بيبان قوي برده، بيبقى زي الفوزلين يا جدعان. ده مرطب شفايف على البق كده
عشان طبعا الصيف جاي، احنا اصلا المفروض نرتب الحاجات دي في الصيف. العادة بيحمر. بيحمر وبيرطب اهو. ده بيتحط كده، ممكن تحطيه بعد الرز عادي وممكن تحطيه لو ما لوحده. عندوش من دوت. ده بقى يا جدعان حطي شمي شمي شمي. ده اسأل من بتاعنا. ريحته جامده، الفراوله جميعه. بصوا انا هقول لك على حاجه، ده غالي جدا عشان ده من فوزلين، ده يعتبر عادي في قرين نفس الشركه عشان ما اظلمش برضه. لا المهم يا جدعان ده يكسب، اقسم بالله ريحه الفراوله اللي فيه جامده جدا. هنخش ده كده عامل زي الفوز يعني، ده اللي يكسب. فانا باذن الله هتعامل واجيب ده منك تاني. بصوا يا جدعان تخشوا على الصفحه اللي صاحب الصفحه ديت، طب بسيب لكم الرابط بتاعها، اسمها شيماء، فكلموها وتعاملوا معاها بجد، حاجتها جميله جدا. واحلى حاجه انه بتوصل للمنازل. ده بقى برفان مش برفان يا هبه، ده بقى زي سبرايات، عارفين انتوا السبراي؟ زي السبرايات بترش منها كده اهو. لحظه استنى عشان اركز، انا مش بعرف مش بعرف اشم اي برفان ولا سبراي، اللي بعمله كده اهوت. ما اعرفش بقى في حد زي ده وطير كده اهوت، بعدين اشم كده بحس ان ريحه حاجه حلوه ولا لا، صح؟ لكن لما بتيجي ترشيها كده اهو مش بشم، ريحته حلوه. تبقى بعيد. ده زي برفان، ممكن تحطيه في شنطتك بقى وقت الصيف بقى، ترشي هنا في رقبتك، بيدي ريحه حلوه جدا وبينعنش يعني بينعنش الدنيا. داخلين على الصيف بقى والعرق والحاجه مش لطيفه، اهو بصوا يا جدعان اشوف لكم شكله زي سبراي بس بصراحه ريحته جميله. خش دي مجموعه، بصوا بقى اكبر حاجه، دي مجموعه حمام مغربي. اوكي هنفتح بقى ونشوف فيها ايه. بصوا يا جدعان هنا قبل ما اشوف حاجه معاها ليفه اهي، دي ليفه. طبعا مش هنقوم نستخدم لكم الليفه، انتوا عارفين الليفه ديت خدي استخدميها. لما بتيجي في ماسكات يعني. بصوا هقول لك على حاجه، ده ايه؟ ده ماسك صح؟ ده ماسك معمول ماسك طمي مغربي. طمي مغربي للجسم، فاهمين؟ للجسم او للبشره لوشك. فدوت بتعمليه في جسمك عادي، ومعاكي الليفه بتاعتك بعد ما بينشف وبتحركيه كده وبتغسليه. مش هينفع نعمله لكم كده ولا ينفع نحطه في بشرتنا كده. فالماسك ده جميل جدا، بودر على فكره، مش فطريه بودر يعني، بتعجنيه بشويه ميه بودر اهوت، وبتستخدميه عادي في اوعي يا ماما، نص يا ماما. صعبه نوم يا جدعان. بودر زي اللي عندكم هنا ظاهر بودر. ده جميل جدا جدا. طبعا الماسكات ممكن لو انت مش عايزه تستخدميه لجسمك استخدميه لوشك بس يعني حلو. بصوا الحقيقه يا جدعان من 2022 ل 2025 يعني لو سبته عندي على التسريحه كده اهو ما استخدمتهوش هيقعد عندي 3 سنين. وبرده الحاجات اي حاجه تجيبيها تبص على تاريخ الصلاحيه بتاعتها، ده برده من 2022 ل 2025 يعني انا لو ما استخدمتوش سبته على التسريحه 3 سنين كمان ولا سنتين هيبقى شغال. وكل الحاجات دي لازم اي حاجه تجيبيها للمكياج يبقى صلاحيه شغاله. دوت معرفش فين ايه دي بقى؟ ده يا جدعان مكتوب عليه صابون مغربي. ده صابون بتغسلي بيه وشك، مش صابون اللي هو قطع صابون، لا صابون اللي هي انا مش عارفه افتح البتاع. انا عايزه اجرب لك انا. استنى هندوس كده اهو عشان هوا. بصوا ده صابون مغربي. ده عسل ده ولا لا صابون. ده بتاخدي منه قطعه، تاخدي منه مثلا حته كده اهوت صابون وبتغسلي بيه وشك. ده مغربي، صابون مغربي، صابون وعامل زي الصابون بس اكنه مكلكع. لا ريحته مش فيها برفن والكلام ده، ريحته عادي عشان ده صابون مغربي. بتاخدي حته كده اهوت وبترغي بميه وبتغسلي بيها وشك كويس. ده بيعمل ايه بقى؟ بيفتح البشره وبينقيها وبيخليها الحبوب والحاجات دي تختفي خالص. انا بصوا من غير ما حتى ما اقول لكم ايه اللي مكتوب، لان انا استخدمته قبل كده منها. اوكي فجميل جدا جدا. الصابون المغربي ينعم وينضر البشره ومن غير ما هو بيخليها ناعمه وبينضرها، بيخليها حاجه جميله كده اهو جميل جدا. بس اي حاجه تستخدميها لازم مرطب بعد كده عشان بشرتك تبقى نقيه وحلوه. اهدي يا هوبه. ده بقى يا جدعان ماسك بس مش للوش، ماسك للقدم لرجلك، فاهمين؟ بتحطيه في رجلك. انا دلوقتي مش عارفه اعمل الحاجات دي لان في ناس عندها سلبيه بدون سلبيات بيشتموا. فده ماسك يا جدعان برده مش عاوزه افتحه عشان ما يبصش لان هو عامل زي المنادي. فاحنا هنفتح برده ونشوف هستخدمه بعد ما اقفل معاكم عشان احنا بنحبكم واي حاجه هنفتحها لكم. مش عاوزاه يبوظ مني، عاوزه استخدمه يوم الوقفه. المهم يعني يا جدعان الماسك ده منادي، انا هحطه في كيس تاني. بتجيبي الماسك دوت وبتشيليه وبتحطيه على رجلك اهو. بصوا بتلبسيه زي الشراب، فاهمين؟ بتقطعيه كده وبتلبسيه زي الشراب وبتسيبيه مثلا نص ساعه في رجلك، ساعه على حسب ما تسيبيه، وبعدين بتشيليه وبتغسلي رجلك. بيشيل اي جلد ميت في الرجل، بيرطب لك بشرتك جدا، بيخليها حلوه، بتلبسيه زي الشرابات. انا حتى جايبه لكم رسومات اهي. ده جميل جدا 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 ومجرباه حلو، فاهمين؟ فانا هشيله عشان مش هينفع استخدم على الكاميرا لانه انتوا عارفين. فانا هشيله باذن الله اعمله يوم الوقفه وانا قاعده بقى مع نفسي، نقعد ندلع نفسنا بقى ويبقى يوم وقفه بقى.
هنسيب لكم بقى الرابط بتاع صاحبه المنتجات ديت، هي اسمها شيماء. هسيب لكم رابط صفحه الفيس بتاعتها، واسيب لكم رقمها على الشاشه، واسيب لكم صفحه التيك توك بتاعتها. خشوا تعاملوا معاها، حاجاتها جميله جدا وسعرها على قد الايد، وكمان بتوصل لكم اونلاين، فاهمين؟ يعني تكلميها على التليفون هتوصل لك اونلاين وانت قاعده في بيتك، وحاجاتها حلوه جدا. وباذن الله يا جدعان فيديوهاتنا الجايه تعجبكم، هنصور لكم فيديوهات باذن الله الفتره الجايه حلوه تعجبكم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا اختي انت وهي، روحي دلعي نفسك بقى، خلاص فاضل حاجه بسيطه على العيد، وعيد سعيد عليكم باذن الله. نقفل بقى يا اختي. صح. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص، وكان معاكم زياد وهبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. وهتنسى اللايك.